صدقني انت بتعرض حياتك وحياة غيرك للخطر لو بتتخطى العربية اللي قدامك من على اليمين. التخطي العربيات لازم يكون من جهة اليسار. يا قائد اليمين مليان بركه برضه. ما قلتلك البركة في الرزق مش في السواقة يا ابن انت. اولا رؤية السواق اللي قدامك ليك من اليمين صعب جدا، وغالبا هتكون في المنطقة العامية لمرايته، يعني هو مش شايفك اصلا. هو انت يا عمو ما بتشوفش؟ لا يا ابني انا كفيف. وهنتكلم عن المنطقة العامية دي بالذات في فيديو تاني. ثانيا الحارة اليمين هي حارة الوقوف، خصوصا وانت داخل المدينة. لو السواق اللي قدامك حب ينزل حد فجأة وكسر يمين من غير ما يبص في مرايته، هتنزل الحرفيين تدور على رفرف واكسدام. انت اللي حطيت نفسك في مكان ما تعرفش تتفادى فيه اخطاء الغير. ابلع بقى. ثالثا رؤيتك للحارة اليمين بالكامل اثناء التخطي تكاد تكون مستحيلة، لان رؤيتك للحارة دي بتكون محجوبة بالعربية اللي قدامك. انت نفسك مش هتشوف اللي في الحارة اليمين غير لما تكون حاطط وش العربية. وطبعا بقى بما انك بتتخطى فالعربية بتكتسب سرعة اعلى. لو دخلت الحارة ولقيت عربية راكنة او عربية عطلانة، هنزل اجيب اكسدام وكبوت وشبكه من الحرفيين برضه. الله اكبر عليك. يا قائد كل باليمين، اشرب باليمين، سلم باليمين، وخلي التخطي جهة اليسار أرجوك. أنا محمد إبراهيم، مدير أكاديمية الأوائل لتعليم قيادة السيارات، وبنتمنى لكم السلامة في طريقكم. سلام يا قائد.